السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. فيديو جديد وقصه جديده مع قصص واقعيه. هذا النهار غادي نطرقوا لواحد القضيه ديال الحما، يعني اخ الزوج. وحضرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم ملي قال الحم النار. هذا واحد السيد خدام في واحد الشركه، ديما كيكون ديبلاسمون من مدينه لمدينه، خطره كيقعد شهر في هذه المدينه، خطره 15 يوم، مهم ديما هكا. الزوجه ديالو ديما كتشكى، كتقول له واش انت غير من مدينه لمدينه، امتى غادي تعطيا ليا الوقت انايا ولبنيتك؟ ما تعرفنا واش رحنا مزيانين؟ بنتك لا واش راها تقرا؟ لا واش مزيانه؟ قالت له هادشي بزاف علينا. المهم قال لها هذه هي غادي تكون ان شاء الله اخر تسافيره ليا، والخدمه هي هذه، ما عندي ما ندير. السيد كان عاد جاي من واحد ديبلاسمون، يلاه ما كاملش السيمانه، وصيفطوه لواحد ديبلاسمون اخر. قال هاد المره غادي نتعطل، غادي نقعد شي شهر. المهم السيده ما بغاتش، الزوجه ديالو غضبته ما عجبهاش الحال، قالها غير صبري معايا، ما عندي ما ندير، الخدمه هي هذه. المهم مشى، قالها جمعي لي الصوالح ديالي، قالت له عاد الحوايج ديالك في الصاك كيما درتهم المره الفايته راهم عاد تما. قالها صافي مزيان. الزوج مشى خرج عند الاخ ديالو، قالوا انا غادي نسافر، والمره ديالي وبنتي غادي يقعدوا بوحدهم، سير قضي معاهم هذا الشهر بلا ما جيت انايا، الا احتاجوا شي صخره جيبها ليهم، البنت ديها المدرسه، الزوجه ديالي الا بغات شي حاجه ولا يعني قضيها لها. قال له صافي واخا خويا. الزوج بالنيه ديال يعني الاخ ديالي راه غادي يصون عراضي. صافي هي هادي، قال له سير جمع الحوايج ديالك. مشى معاه للدار ديالو، دخلوا للدار، سمعتهم الزوجه ما عجبهاش الحال، عيطت للزوج ديالها، قالت له شكون قالها لك؟ انا ما بغيت حد يقعد معايا، وعلاش تجيب معايا اخوك؟ راه غادي ينوضوا غير المشاكل. قالها راني جبتو غير باش يكون بكم، بلا ما جيت انا، ما بغيتكمش تقعدوا بوحدكم. المهم هي هذه. صافي قالت له انا يا حضرتك وانت تعرف. صافي مشى عطى للبيت الخو، قال له هنايا غادي تقعد. قصروا تعشى، وقالوا واش تعشى؟ قال له لا انا ما نتعشاش، راني داير ريجيم. مشى نعس الغد ليه في الصباح، كان عنده السفر هذا الزوج، ودع الزوجه ديالو، بقى يبكي، قال لها هاد السفيره يعني راني مسافر غير بالسيف عليا. والزوجه ديالو حتى هي بحال ما عجبهاش الحال، ضرها خاطرها. صافي قال لها تهلاي في البنيه ديالك بلا ما جيت انايا. سافر الزوج، بقات الزوجه ديالو مع خوها. داك خوه من الاول ناض في الصباح، مشى عندها الكوزينه، قالت له واش بغيت تفطر؟ المهم ما عجبوش الحال، قال لها انا غادي نفطر في القهوه. بقى يقول لها شي هضره ماشي مزيانه، قال لها يعني لا انت زوينه، خويا عرف اللي يختار، انا ملي نتزوج الا عندك شي اختك ولا يعني غادي نديها انايا، حيت نتيا كتعجبيني. قالت له واش هاد الهضره اللي راك تقول انت، حيت اصلا عارف بلي انا ما عنديش الاخت ديالي غير بوحدي، وهاد الهضره اللي بغيت تقولها قولها لخوك. قالها مالكي دايره هكا، ويعني راه حنا بجوج بينا هنا في الدار وخويا سافر، نبقاو نجمعو نهضروا انا وياك. قالت له التقار بيني وبينك. المهم ما عطاتوش وقت، مشى خرج. السيد مشى للحانوت ديالو، صافي الشيطان دخلو للراس، بقى يفكر غير فيها. غير يمشي يحل الحانوت ويرجع لعندها. واحد النهار كانت قاعده في بيتها، اجا دخل وهجم عليها في البيت. قالت له واش ما كتحشمش تدخل على مرت خوك في البيت، والبيت راه عندها حرمه؟ قالها غير راني نقلب على واحد الشارجور. مشى بقى يقلب لها في الفرج ديالها، دار راسو يدور لها منا ومنا، بقات تغوت عليه. قالت له خرج عليا للبيت ولا غادي نقولها لخوك. قالها مالكي دايره هكا، راني غير جيت كنقلب على الشارجور ديالي. قالت له الشارجور ديالك ما عنده ما يدير عندي في البيت، خرج. المهم هي وهي هكا في السطح حتى خرج، دار راسو خرج، مشى ضرب واحد الطويره. الراجل ما صافي، الشيطان دخلو للراس، بقى يفكر وهو يرجع. المهم رجع، كانوا قاعدين بقى يتبسل عليها، بقى يشدها هكا من التريكو ديالها، انتي زوينه. وقال لها انا نجيك صراحه، انا ما قديش نصبر، انا راكي كتعجبيني وبغيتك. صافي المراه بقات تغوت وقالت له واش راك تقول؟ واش راك صاحب هادشي اللي راك تقول؟ انا المراه ديال خوك، وخوك خلاك هنايا باش تصون العرض ديالو، وانت هو اللي بغيت تخونو. المهم هي تغوت منه وهو يغوت منها. قالها ما عندي ما ندير، انا بغيتك خويا، ماشي سوقي فيه.
صافي بقى يغوت هو منا وهي من هنايا. قلت له خرج عليا برا ولا غادي نقولها لخوك. مشى خرج السيد بحال يتكاكا شويه، قال هاد الغلط اللي درت خصنا نصلحو قبل ما مرت خويا تقولها لخويا ونصدقوا في شي مشكل. مشى عندها قالها الا خاصك شي سخره نجيبها لك والاخر. قالت له ما تهضر معايا ما تقرب مني. المهم قال لها سمحي لي وداكشي اللي درت راه غلط وقبيله غير الشيطان راه لعب لي في الراس. صافي قالت له الله يسامح واخر مره غادي تعاود لك الغلط. مشات قدا شي حوايج ورجع. يعني هو طلب منها السماحه. صافي المراه قالت وقيلا راه هان على الشيطان. ملي رجع في الليل المهم كيما قلت لكم مشى الاخ ديالو دق الباب. مشات حلت الزوجه لقات راجلها جا. تخلعت تصدمت قالت كيفاش جيت اليوم؟ هي كنت غادي تقعد شهر. قالها ودي انا تفاهمت انا واحد السيد هو ديبلاصا في بلاصتو ورجعت انايا. واش ما فرحتيش؟ قالت له لا غير تصدمت وصافي. المهم قالها فيا الموس ديال العيا. مشى دخل البيت بحوايجو ينعس. غطى عليه الكاشه. المراه خلاتو ناعس قالت نمشي نتقدى شي صوالح. هي هذيك خلاتو في البيت ناعس ومغطي عليه. هو يجي خوه جا مسلت. دخل ولقى دخل البيس ديالها. قال هادي راها ناعسه. مشى عندها للبلاصه ديالها بقى يقول لها فلانه راني كنبغيك وخويا يعني غادي يتعطل وما كيقومش بالواجبات ديالو وانايا هنايا حداك بلا ما جا خويا ونتهلا فيك وتهلا فيا. بقى يقيس هكا الكشه ديالها. قالها انا كنبغيك وهذا الشيء اللي عطا الله. المهم وهو داك اللي كان تحت الفراش خوه دون عراضي وانتيا اللي خنتني ودرك بغيت واش غادي ندير فيك جريمه وندخل للحبس بسببك. المهم بقى كيغوت عليه وضرب فيه. قال له خرج عليا درك ولا غادي ندير فيك شي حاله. السيد مشى. مرتو جات في امان الله ما عارفه حتى حاجه غير هي تدخل. هو شنق عليها قال لها يا الخائنه انا اللي درت فيك الثقه وانا اللي قلت وانا اللي درت. المهم ما خلاهاش ما عطاهاش الفرصه حتى تعرف واش واقع. جرى عليها رماها بها بكسوتها وجرى عليها. البنت مشات لدارهم بقات تبكي لامها. حتى الام ديالها بحال اللي ما تاقتهاش. قالت لها ياك ما انت كنتي تلبسي شي حاجه واتيريتيه حماك ولا درتي شي حركه ولا عطيتيه الوقت ولا. قالت لها ماما واش ما كتعرفينيش هادي راه 9 سنين تاع الزواج ماشي عاد اليوم غادي نعرف خوه. صافي بقات هكاك. البنت ما كتشوفهاش. مشات تمشي عندها المدرسه تعرض لها ما كتلقاهاش. واحد الايامات والبنت ديالو جابت له التليفون. قالت له بابا هذا راه التليفون خاسر لي لا ميموار عامره خاصك تشوف كي دير صايبولي. المهم قال لها جيبي التليفون بقى يخدش فيها كاين لي فيديو. هو لقى واحد الفيديو تما. البنت كانت دايره واقيلا شي برانك لعمها باش دير واحد المفاجاه وكانت حاطه داك النهار التليفون كيسجل. صافي الراجل شاف الفيديو ملي كان يقول لها ملي كانوا يتغوتوا بيناتهم هو ومرتو حماها ومرتو. وبقى كان يقول لها يعني انايا كنبغيك خويا ما مهليش فيك. المهم هي بقات تغوت عليه وتقول له واش ما كتحشمش انايا المراه ديال خوك واش ما بقاش فيك خوك اللي جيت تخونو. المهم شاف بلي المراه ديالو كانت بريئه. بقى كيضرب في راسو ويقول انا غلطت وشوف خويا كيفاش. والمهم مشى عند الزوجه ديالو تصالح معاها. قالها راني عرفت انا الحقيقه وسمحي لي ولا يعني هذا اللي خسر هاد الفيديو هاد التليفونات كانت نعمه باش عرفت الحقيقه ديالك وما ظلمتكش. لكن كان خاصك يعني تعطيني العذر ديالي. جيت من السفر ولقيت خويا كيقول ديك الهضره فيك وانا قلت صافي راكم متفقين انت وياه راكم على علاقه بزوج بكم. قلت له واش ما كتثيقش فيا؟ انا سنين وانا معاك وانت ما درتش فيا الثقه وجيت ورميتني وما عطيتني حتى فرصه. المهم قالها المسامح كريم وانا جيت كنعترف بالغلط سمحي لي ورجعي لدارك. المهم تصالحوا بيناتهم ورجعوا لدارهم. هو قال صافي اتصل بالخدمه ديالو قال لهم اليوم غادي نرجع للخدمه ديالي حيت هذا السيستم انا ما مخرجنيش كنت غادي نخسر بنتي ومرتي ونخسر عائلتي. صافي خرج وبقى مشى يبقى يخدم في البال في الكسوه كيبيع ويشري. خوه سد ديك الحانوت وباعها بنص الثمن. مشى قال انا كيفاش غادي نسافر خصني ضروري نمشي عند خويا ونتسامح معاه ونقول له انا كنت غلطان. المهم مشى عنده لديك البلاصه ديال البال. شافو خوه هو يشنق عليه قال له عاد جيت كتوريني وجهك. قال له بغيت نطلب منك السماح قتلني ولا دير فيا اللي بغيت. المهم انايا جيت نعترف لك وكنطلب منك السماحه.
قال له غير سير راني مسامحك، ما عمر الوجه ديالي تشوفو محت نحي، وما عمر تدور عليا ونسى بلي عندك شي اخ. المهم صافي حتى لهنايا كملت القصه ديالنا. الخوت تفارقوا، هو خرج من الخدمه باش يبقى قريب لوليداتو، والثقه كي قلنا ديما حتى واحد ما يدير الثقه في الاخر. الاخ يعني الراجل والمراه ملي يكونوا مع بعضياتهم كيكون الشيطان ثالثهما. وحتى لهنا نكمل القصه ديال هذا النهار. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الى فيديو قادم بحول الله. خليت لكم الراحه.